بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مساءكم جميل ان شاء الله، وصباحكم جميل وقت ما تشوفوا الفيديو. وحشتوني كتير ووحشني ان انا اطلع اتكلم. زي ما قلت ان الواحد عامل القناة دي او عامل المنبر ده يعني عشان يطلع يتكلم فيه مع الناس لما يكون في حاجة تستدعي ان الواحد يطلع يتكلم فيها. يعني كان نفسي يكون في نمط، يعني ان انا اطلع باستمرار او كده. انا بحاول يعني ان انا اطلع بعد كل ماتش او حاجه، لكن طبعا عدم انتظام الجدول عندنا في مصر والمباريات ومتعرفش هتلعب امتى، فما بيخليش الواحد يبقى محضر حاجه. غير ان انا لسه برضو من الناس الزملكاويه جدا، مشاعري بتاثر عليا، ما بقدرش اعمل فيديوهات لو النتيجه مش كويسه او حاجه. دي بصراحه عيب فيا يعني. فدايما مش هتلاقيني صعب تلاقيني لو النتيجه مش احسن حاجه، لاني بكون متعصب وما بقدرش اسيطر على ردود افعالي يعني. دي حاجه. فعامة يعني احنا سايبينها كده، ان احنا وقت ما نحب نتكلم في حاجه نطلع نتكلم، واللي متابعيني اهلا وسهلا وان شاء الله نزيد وكده ونكتر، ولما نلاقي فيه اهتمام اكتر بالناس بالمتابعين هتبقى في فيديوهات ان شاء الله بشكل اكبر يعني. فطبعا احنا كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه عوده الدوري الممتاز وبدايه الموسم الكروي. طبعا الواحد شايف اللي بيحصل من يوم ماتش الزمالك والبنك الاهلي وردود الافعال ومكالمات وتسجيلات الفار المتسربه. فالواحد بيشايف الحاجات دي بيضحك بطريقه مش طبيعيه يعني. ان انت مثلا وصلوك ان احنا يعني كزملكاوي تلاقي نفسك مع نمط الحديث او سياق الحديث تلاقي نفسك بتدافع عن واحد زي محمد عادل. فقمه العبث يعني، اللي هو احنا ممكن ندافع عن في مكالمه عارف ان الناس هتسمعها، فهي ده لفظ بيقول لزميله يعني. ما سبلوش الدين، ما سبوش باهله، ما سبوش في شتيمه خارجه. يخرب بيتك يا ميدو، اللعبه صعبه. والمهم يعني، طب انا هشوف، طب انا ما اعرفش ايه، والموضوع اتقفل على كده. مفيش حتى قفله للفيديو للمسرب بقرار محمد عادل حكم الفار. طب كمل بقى عشان نسمع ان هو قال له انا مش هحسبها. وكمان الناس بتقول قانونا ان هو لو حتى محمد عادل سكت ان الفار يقول له خلاص انت، طب ايه القرار اللي انت خدته؟ المفروض ميدو سلامه ده يرد يقول له انت ايه اللي هتحسب ايه؟ طيب عرفني. ده اللي انا سمعته من الحكام الدوليين، بيقول لك ان هو البروتوكول بيقول ان انت تعمل كده. فهو سكت، وطبيعي انا ما حسبتش لعبه في الملعب. فانا كحكم فار لما انده حكم فطبيعي اقول له لا دي صعبه واقول وجهه نظري. وحكم الفار يقول له لا ده بص دي انا هجيبها لك من زاويه تانية، ده انا هعمل لك معرفش ايه، ده انا هوري لك ايه. ومن هنا بقتنع. سكت ورجعت خط انا رايح مش مقتنع، لان انا في الملعب ما حسبتهاش، فطبيعي ان انا اروح مش مقتنع. يعني يا جدعان نعقل الكلام. القصه دي كلها من الاول والاخر التسريب ما فيهوش انا في وجهه نظري التسريب ما فيهوش اي حاجه الا وهو سليم. ايه اللي عيب فيه؟ يعني التسريب ده نقارنه بقى بقصه امين عمر. قانونا كرة على الخط يقول له انا ربعها بره وثلاث ارباعها جوه، ثلاث ارباعها بره وربعها جوه. انا مش مقتنع يا عادل، ولا مش فاكر كان مين حكم الفار قال له انا مش مقتنع. يعني فعل فاضح في القانون، جهل صريح بالقوانين. كرة على الخط تبقى ضربة جزاء، وخسرنا نقطتين ساعتها. حد عمل الفيلم ده؟ حد اتكلم؟ امين عمر فين؟ امين عمر كان بيحكم لنا السوبر. طبعا شفتوا حصل ايه في السوبر. امين عمر دلوقتي رقم واحد في مصر، وهيفضل رقم واحد. ما هي الناس بقى شايفه كده. هو امين عمر ده بيعمل ايه؟ 10 دقائق لسموحه، ماتش الاهلي وسموحه بتاع جيرالدو لما في 2000 دوري 2018 2019. الدوري ده اللي حصل فيه كل حاجه عن الاهلي ياخده، لان الاهلي كان خسران افريقيا وخسران البطوله العربيه وخسران بفضايح. ما كانش ينفع ما ياخدش الدوري. وطبعا عدو الزمالك الاول مرتضى منصور اقال جروس فساعده، انه كل حاجه حصلت ان الاهلي كان لازم طول بالعرض ياخد الدوري. 11 دقيقه ولا 10 دقيقه وقت ضايع في ماتش الاهلي وسموحه لغايه لما جيرالدو حط الجول امين عمر. فطبعا الناس شايفه ان اللي بيعمل كده بيروح فين وبيتلمع ازاي وبيبقى ايه، واللي بيعمل عكس كده بيروح فين.
فانت عايز ايه؟ محمود ناجي امبارح في ماتش زد الراجل خايف بيحكم، خايف يدي انذار، خايف يدي كارت، خايف يروح يكلم لعيب بالاهلي، اللعيبه طريقته ما تبقاش تجرح مشاعر لعيبه الاهلي. ده هي دي الكارثه. الكابتن ابراهيم فايق اللي هو كان زعلان، والواحد للاسف برضه بيتخدع والله لغايه دلوقتي، يعني رغم ان هو بقاله 30 سنه بيشوف الاشكال دي وعايش معاهم، بس برضه ساعات بيتخدع في ناس. كان متضايق من الحاله النفسيه اللي اللعيبه بتوصل لها، وان احمد رفعت حصل له كذا الله يرحمه. مسك محمد عادل بوظه على تسريب ما فيهوش اي حاجه اصلا. في نفس الوقت يعني هو انا يعني شفت حلقاته واعيد وازيد، نفسي مثلا اشوفه يقول طب ما هو في غلطات. يعني احنا لو جينا كده فصصنا الماتش، فصصناه اخطاء بيلن البنك الاهلي الاولاني احتكاك فوق الطبيعي، نفس النهارده الاحتكاك اللي حصل مع مصطفى شلبي في ماتش سموحه ووقع وما فيهوش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه على فكره، واللي ما رجعش للفار حتى نفس الفكره، هو يا دوبك لمس اللعيب ده. بنشوف والله العظيم الواحد بيشوف الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الفرنسي والدوري كل الدوريات والدوري السعودي، والله دي ما بطلوا يحسبوها من الستينات. اتحسب يا عم، هنقول اما ده انت شايفها احتكاك ماشي. بيلن عواد الواد دايس على دماغه، دايس على ايده، وعواد ضمن ايده، هيعمل ايه يعني؟ هو عواد هيروح فين يعني؟ المفروض عواد يقول له وسع، اتفضل روح هات جول. عواد يعني حاول يحس ان هو لو فرد ايده هياخد بيلن، فلم ايده برضه، راح الواد رايح له بدماغه، حسبها الفار ما ندالوش اصلا يعني. حتى يا عم ارجع وهو احسبها، ما ندالوش. تمام. ازاي انت اتحسب لك ضربه جزاء لمستين على ايد في سيد نيمار، يعني واحده وهي نازله، ولما خبطت في الارض وطلعت ايديه معموله كده كانه طاير، يعني ايديه مش جوه جسمه زي ايد حسام عبد المجيد النهارده، ايديه جوه جسمه، لا ايديه مفروده. يا عم مش ضربه جزاء في الماتش 2-1. لو هي بقى هنمشي كده يعني هتحسب انت بتاع بنتايج دي تعتبرها صحيحه، تمام. وبتاعت حسام اصلا، حسام عبد المجيد صحيح ليه ضربه جزاء، يعني كمان لينا اصلا ضربه جزاء. هي يا جدعان يعني انا مش فاهم الناس عماله تزيط ليه الكلام ده. لو العكس كان ده هيحصل ما كانش هيحصل. انا بقى كزملكاوي مش مستغرب، ومش مستغرب الناس المتلونه، ومش مستغرب ابراهيم فايق بيعمل كده ليه. ان الحمله قامت عليه من بعد ماتش السوبر ساعه بيلن شيكابالا لما باين ان هو متضايق انها ضاعت، وهو اصلا يعني طبيعي لو جبت له فيديوهات تانية هيبقى، انا متاكد ان هو هيبقى نفس الرياكشن، اكيد هيبقى نفس الرياكشن. حتى لما الاهلي لما الاهلي ضيع برضه نفس الرياكشن. لكن ازاي؟ لا ده اهلاوي اهو، فهو بيحاول يثبت العكس. لا يا جدعان انا مش اهلاوي وبتاع، اهلاوي يعني زملكاوي، قصدي بيحاول يثبت ان هو زملكاوي، ان هو مش زملكاوي. زملكاوي ازاي يا جدعان؟ ده القناه كلها بقت اهلاويه يعني. وليد سليمان، اسامه حسني، سيد عبد الحفيظ، مين تاني، المحللين الشباب اللي بيطلعوا معاه تقريبا ما عدا احمد عز كلهم اهلاويه طبعا، غير عفيفي ما بيطلعش معاه باستمرار اصلا، لانه الناس دي ما ينفعش عفيفي يقعد معاهم، يعني عفيفي لو قعد معاهم هتحصل يعني ما ينفعش، فهو ما بيجيبهمش، وبيجيب بقى الزملكاويه الكيوت، احمد الخضري اللي هو اصلا الزملكاويه نفسهم بيكرهوهم، الخضري، اسماعيل يوسف. يعني اسماعيل يوسف ده ممكن نعتبره هو اكتر واحد اجريسيف فيهم اصلا، برضو مطيباتي. حلمي طولان، يا نهار ازرق، يعني حلمي طولان اصلا يعني الاهلاويه بيحبوه اكتر مننا، يعني الاهلاويه بيحبوه ومعتبرينه اصلا تبعهم مش تبعنا. هو قافش ان هو معانا، هو اصلا تاريخه كلاعب كوره يعني كان مع الزمالك ما لعبش ماتشين على بعض، يعني ده بجد والله، ده يعني لو حد يرجع بقى بالتاريخ واليوتيوب ويبص كده شوف ماتشات اللي حلمي طولان لعبها مع الزمالك الفتره اللي كان بيلعب فيها، ما كانش بيلعب يعني، ما كانش لعيب كوره كويس ولا اي حاجه. وحتى لما كان مدرب تاريخه ما كانش مع الزمالك، تاريخه كان مساعد مدرب مع اوتوفيستر، مع مدربين تانيين. هم دول اللي بتجيبهم. محمود فايز بتجيبه راجل محايد، حتى هو راجل الناس بتقول عليه زملكاوي، هو ما بيعترفش ان هو زملكاوي. فدي القناه اللي ابراهيم فايق اللي الناس بتقول عليه زملكاوي، ضيوفه المستديمه اللي معاه على طول.
انتوا مستغرب يعني بجد والله، انت مستغرب من ايه؟ اعلام بقى بتاعنا النهارده جاي يرجع بقى لنقطه برضه نفس الموضوع، نفس ضربه الجزاء. شوف بقى تناول الاعلام في موضوع زد. حد امبارح سمع في مداخلات مع سيف زاهر، او في اتصالات بسيف زاهر، او اتصالات بالمدير التنفيذي لنادي زد وقلبنا الدنيا وما اعرفش ايه؟ لا. النهارده سموحه مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه في الماتش اصلا مؤثره. حتى لو الكره بتاعت مصطفى شلبي دي انا مش يعني انا نفسي لو حد يعرف انها اوفسايد ولا مش اوفسايد، انا ما شفتش اصلا فيديو بخطوط، انا ما اعرفش. بس هي النتيجه يا عم اوفسايد 1-0. ايه اللي حصل النهارده؟ كره عمر جابر اختها حسام حسن عاملها في فتوح، ويمكن اصعب. ده حسام حسن كان واقف، فعمر جابر الناس كلها قالت قانونا الفيفا بتقول ان دي ما تبقاش طرد، انذار. تمام، كل الناس كل المحللين قالت ان دي كده. الاعلام كله بيعمل ايه؟ فرج عامر قبل ما افتح قبل ما اعمل الفيديو مع سيف زاهر ومع ابراهيم فايق وما اعرفش مين شويه، ويدخل مع منى الشاذلي ولميس الحديدي. والاعلام الليسي بيقول له ايه؟ بيقول له يعني انت شايف نتيجه الماتش عادله؟ فبيقول له لا. بيقول له اه مش عادله من ناحيه ايه؟ يعني عايز ياخده في سكه، هو عايز ياخده في سكه يقول له ان التحكيم ظلمنا. سموحه النهارده لعب ماتش حلو، ولولا عواد وحسام عبد المجيد وسوء حظ سموحه كان ممكن يحط جوان ويبقى الماتش كويس. لكن كمثلا ظلم، مفيش اي حاجه ظلم مؤثره، مفيش اي حاجه. هو عمال اعتقد ان الحكم ظلم، اعتقد ما اعرفش، لف على القنوات كلها على اساس ان سموحه كان بيلاعب النهارده نادي سان داونز او نادي موزمبيقي واتظلم في افريقيا، فبنكلم رئيس النادي بتاعه. ده اعلام انا المفروض ان انا اتبعه يعني، او ان انا استنى منه انصاف او عدل او كده، او انا هطلع بيان اشتكيه، او هستنى بقى ان هو يعدل معايا؟ او ده اعلام طز ما انتظرش منه حاجه. الحل ان انا اقوي المنظومه الاعلاميه بتاعتي كقناه وشكرا، تبقى هي دي البوق الاعلامي بتاعي وبس. اعضاء مجلس ادارتي تبطل بقى تسول في القنوات وتبطل تطلع في القنوات. احمد سليمان يفكوا بقى من مهيب، ويفكوا بقى من السبوبه دي. مش يعني خلاص مش بيشحت يعني، وما نعملش مداخلات على اي قناه وخلاص. المؤتمر الصحفي بتاع الماتش وشكرا، زي الفل، قضيت. لكن بقى ننتظر ان احنا لما هنقول بيان ونشتكي للاعلام فالاعلام هيتظبط معانا، فنرجع بقى نقول يا ده ابراهيم فايق كويس، ده ابراهيم عبد الجواد زملكاوي. ما تنتظرش وما تستناش. انت عندك يعني اللي كان عامل فيها زملكاوي قوي اللي اسمه ميدو ده، يعني انا برضو ما اعرفش الناس لسه بتمشي ورا كلامه وبتاع. ده ميدو ده في عز ما احنا كنا يعني لما كان شغال في قناه، يعني ميدو ده مش محتاج حاجه، بس لما كان شغال في قناه محايده طلع يعني في عز ما الزمالك والع والدنيا خربانه وبتاع، قعد يتصور مع كل الرموز اللي بيكرهوهم حرفيا، ونمط على ادعاء المظلوميه، وقعد يقول ما يعني الف الزمالك ما في الخمر، اللي هو الناس دلوقتي ماشيه وراه تاني ما اعرفش ليه. فاي حد بيشتغل في الاعلام زملكاوي بتاع ما اكل عيشه بيخليه ان هو ما يقولش الحق، الا من رحم ربي يعني. خالد الغندور صحيح يعني برضو فاجئني، عمل حلقه على المحور كانت عالميه. برضو الواحد يقول لي ليه ولا عليه، انا ما بطقوش برضو من ايام شغله مع مرتضى منصور، بس بصراحه عمل حلقه عالميه. فظبط منظومتك الاعلاميه، ظبط قناتك، لا اما تقفلها بصراحه، لان الواحد بيفتح بيلاقي مذيعين مش عارفهم، وبيلاقي لعيبه كوره مش عارفهم، وحاجه مش احسن حاجه يعني. تمام. الجزء الفني او جزء جوميز مع بصراحه شابوه جدا على اللي هو بيعمله بالادوات اللي معاه، اللي هم يعني ادوات صعبه جدا، و اقل من زي ما قلنا امكانيات اي فريق في الدوري. الزمالك ممكن يعني يجي السابع الثامن في الانديه انت كامكانيات لعيبه، فالراجل كتر خيره.
قال لك مش عايز مشلاك، فعلا وجهه نظره صح. سيف الجزيري استبعاده 10 على 10، 10 على 10. بيقدم من ساعة ماتش، انا مش شايف يعني، ممكن ماتش ما فيش ماتش لعبه السوبر الافريقي برضو طلع ما كانش كويس. ماتش بيراميدز جاب الجون وبرضو بس السوبر المحلي. بعد كده بقى قلب وشه ومتضايق مش طايق نفسه وفاكر نفسه رونالدو، يعني بجد احنا بنتعامل مع رونالدو. بنتايج ما شاء الله عليه، باك شمال زي ما الكتاب بيقول، وعليه انطلاقات. لو قدامه جناح زي مثلا بن شرقي او جناح كده من نوعيه بن شرقي ونوعيه الناس اللي بتلعب كوره، مش واحد لازق في الخط وخايف لا، يعني مش عارف والله هو فاهمينه ان بعد الخط يغرق مثلا او بعد الخط حرام، مش فاهم يعني، هو لازق في الخط. النهارده لقطه بنتايج بيشاور له يعني بيجري يعني ما لا ده واقف له برده يعني، طب احنا رايحين بالهجمه يا بابا، انت لازق في الخط ليه؟ وكذا كوره عبد الله يبقى جوه هو يروح لو اداها لعبد الله، عبد الله لوحده يروح هو فارش على الخط ويجري تطول وتطلع بره، بصرف النظر عن الجون اللي جابه. مستوى مزري شلبي، كويس انها جت سكته اهي. شلبي ده ضايع. تخيل انت بتلعب ماتش بواحد زي شلبي، الجناح بتاعك الاساسي ده اصلا الجناح بتاعك الاساسي يعني، فانت تخيل بقى جوميز مكمل وجايب عامل النتائج دي ومحقق الحاجات دي يعني ده نقطه من بحر، مع زياد كمال في نص الملعب. مع الاداء بقى الغريب بقى اللي بيطلع بقى من اللعيبه عندك، يعني شحاته مش في احسن حاله، شحاته مش في احسن حالاته، المسلوسي مش في احسن حالاته من بعد ماتش، من ساعه ماتش بيراميدز ما كانش كويس. حسام عبد المجيد وعواد وبنتايج بس. النهارده حسام عبد المجيد وعواد بس، بنتايج برضو بيقدم اداء كويس. فانت تخيل انت ده اللي بيتم والراجل بيحقق بيك النتائج دي، فالراجل شكرا. زيزو اتمنى ان هو لما يرجع من الاصابه يرجع بمستوى احسن من كده، ويكون الراحه دي فرقت معاه، لان هو انا عارف ان هو مجهد 4-5 سنين الحمل عليه، فاعتقد ولازم بس لما يرجع يفهم ان بقى في لعيبه تاني تشيل، مش لازم ياخد الكوره من الجون للجون ويرقص ويعمل كل حاجه، لازم يدي نفسه ثواني كده يبص جنبه، يبص الناس، مش لازم الاوفر، مش لازم الشوطه، مش لازم ان احنا نعمل سبرنت على الفاضي. في جنبك لعيبه بتصنع الفارق تقدر تسند عليهم ويقدروا يخلوا شكلك احسن من الاعتماد على نفسك بس. بالنسبه لشيكابالا انا محدش يقدر يعني، اللي يعرفني شخصيا عارف انا شيكابالا ده بالنسبه لي ايه، وهيفضل يعني ايقونه واسطوره الزمالك، ومحدش يقدر يقول تلت التلاته عليه، بصرف النظر عن اي حاجه وعن الواحد لما بيزعل منه او حاجه، بس عشان ما يخسرش محبه الجمهور واحنا ما نوصلش لمرحله مش كويسه، لازم هو يقعد مع نفسه ويشوف عبد الله سعيد ويشوف نفسه. اللي بيعمله عبد الله ده ادانه لشيكابالا حرفيا، زي ما يعني انا شفت عنوان كده مكتوب، انا لسه ما شفتش الفيديو بتاع احمد عطا، برضو واحد زملكاوي بيعمل فيديوهات وبيعمل للليجا برضو كده، بجد حد محترم جدا وتحفه يعني، وبيطلع ساعات على اون. ان فعلا انا كل دقيقه لعبد الله السعيد بالاداء ده ادانا لشيكابالا اللي اصغر منه تقريبا بسنه او يعني او 9 شهور. شوف عبد الله بيعمل ايه واعمل زيه لو عايز تكمل تمام. مش هينفع ان انت تبقى عالة والناس مش يعني ده عشانك والله، لان ممكن نستحملها من اي لعيب تاني. الكلام اللي انا بقوله لشلبي واللي انا بقوله على اللعيبه دي انا مش هقدر اقوله لك يعني، فانت ما توصلش الواحد ان هو يقوله عليك، بس انت فنيا فعلا مش كويس. وحتى الحاجات يعني الحاجات بتاعتك اللي هي اللمسه واللعبه وانك تطلع حد بثرو الشوطه، انت رجلك ما بقتش خلاص يعني بدنيا مش مساعد نفسك يعني، واضح تماما انك في مشكله
فيا ريت يعني لو عايز تكمل تشوف عبد الله بيعمل ايه وتعمل زيه، يا اما خلاص شكرا كده وعادي. كل دي سنة الحياة، ويعني الناس تبقى لسه بتحبك والناس لسه بتقدرك. فدي يعني اخر كلمة خاصة بشيكابالا. و عامة دول كانوا كلمتين كده بخصوص التحكيم وبخصوص العك اللي بيحصل الايام دي وبخصوص الزمالك. وان شاء الله يعني احاول اطلع لكم فيديوهات كده كتير وفي وقت تاني. يعني انا اصلا كده كده والله القناه مش متابعها قوي، حتى مديها لابني يعني بينزل. لقيت النهارده بفتحها لقيت عليها فيديوهات كده غريبه ومنزلها. ف بس يعني لو طول ما في احداث وفي ماتشات وفي حاجه فنيه برضو الواحد يقدر يتكلم فيها، لان برضو الواحد شايف ان مفيش فني على قد ما كل الكلام تحكيم وخناقات وزعيق واللبش اللي داير ده. اشوفكم على خير ويا رب دايما في احسن حال. مع السلامه.